ما سألتش نفسك قبل كده ليه مش بيظهر لك على السوشيال ميديا غير بس الحاجات اللي انت بتحبها ومهتم بيها؟ ما سألتش نفسك ازاي فيسبوك بيفكرك بذكرياتك ويقول لك انت نزلت البوست ده من سنة او اتنين او تلاتة؟ إجابة الأسئلة دي ممكن نختصرها في كلمة واحدة: داتابيز او قواعد البيانات. عايز اقول لك ان كل رياكت او كومنت او حتى الوقت اللي انت بتقضيه على بوست معين، كل ده بيكون متسجل في قواعد بيانات ضخمه جدا، وده عشان تخزين البيانات دي يعتبر حرفيا بمثابه كنز للشركات دي. وبعد ما الشركات دي بتخزن البيانات دي عندها، بتبدا بعد كده تحلل البيانات دي وتعمل ريكومنديشنز لحاجات شبيهه ليها علشان تقعد اكتر وقت ممكن على السوشيال ميديا وما تسيبش المواقع دي. قواعد البيانات مش مجرد نظام للتخزين، ده بقى نظام ذكي جدا وبيحلل عاداتك واهتماماتك ويطلع لك بس المحتوى اللي متاكد ان انت هتحبه. وده اللي احنا هنتكلم عليه في فيديو النهارده ان شاء الله: قواعد البيانات او الداتابيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي افضل حال. اعرفكم بنفسي الاول، انا احمد الجندي، سوفت وير ديفلوبر واي تي انستراكتور، وان شاء الله النهارده بنبدا مع بعض كورس جديد بنشرح فيه قواعد البيانات بالتفصيل. فما تنساش تشترك في القناه وتتابعنا علشان يوصلك كل الفيديوهات الجايه. علشان تخزن اي بيانات، انت قدامك دلوقتي ثلاث طرق. الطريقه الاولى وهي انك تخزن البيانات في حاجه زي كده: اوراق ودفاتر. دي الطريقه الاولى. والطريقه الثانيه هي انك تخزن البيانات دي في فايلات موجوده على الكمبيوتر. والطريقه الثالثه والاذكى هي انك تخزن البيانات دي في قواعد بيانات او داتابيزز. تعالوا دلوقتي مع بعض نشوف مشاكل اول طريقتين، اللي هي ان انا اخزن البيانات في ورق ودفاتر او ان انا اخزن البيانات في فايلات، ونشوف ازاي قواعد البيانات قدرت تحل المشاكل اللي كانت موجوده في النظام الورقي او الفايل سيستم. تعالوا نبدا مع بعض باول حاجه، وهي مشاكل تخزين البيانات في ورق او في دفاتر. فكر معايا كده، ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني لو انا خزنت البيانات بتاعتي في ورق او في دفاتر؟ الورق ممكن يضيع او يتسرق بسهوله. صعوبه البحث عن معلومات. حرفيا انت لو بتدور على معلومه معينه محتاج تبص في الورق ده كله وتبدا تشوف المعلومه اللي انت بتدور عليها بنفسك. وكمان مفيش امان، الاوراق موجوده في اي مكان، ممكن اي حد يقدر يشوفها ويشوف الكلام المكتوب جواها. ده غير ان الدفاتر دي كلها مش مرتبطه ببعض. عندي دفتر للحسابات، دفتر للمبيعات، دفتر الاقساط، ومفيش اي علاقه تربط الدفاتر دي ببعض. فالطريقه دي مشاكلها كتير جدا ومش هتنفع معانا. تعالوا نشوف نظام غير النظام الورقي. الطريقه الثانيه وهي الفايل سيستم، او ان انا اسجل البيانات دي في فايلز موجوده على الكمبيوتر. بس برضو الطريقه دي فيها مشاكل شبيهه بالمشاكل اللي كانت موجوده في النظام الورقي. الفايل سيستم بيخزن كل حاجه في ملفات منفصله، وكل ملف بيكون مستقل بذاته، وما بيكونش عندي طريقه لربط البيانات دي مع بعضها. يعني مثلا لو انا دلوقتي عندي ملفين، ملف يخص الموظفين وملف تاني يخص بيانات الحضور والانصراف، ودلوقتي انا عايز اعرف الموظفين المتاخرين اكتر من مرتين في الاسبوع. ملف الموظفين مسجل فيه بيانات زي الاسم والسن والراتب، وملف الحضور والانصراف مسجل فيه كل موظف دخل الساعه كام ومشي الساعه كام. هفتح الفايلين دول على الكمبيوتر وابدا اربط ما بين الملفين دول بشكل يدوي، وده موضوع مجهد جدا. ده غير كمان ان في الفايل سيستم البيانات دي بتكون مكرره. يعني انا دلوقتي عندي في شركه عامل ملف يخص قسم الاتش ار او الموارد البشريه، وعندي ملف تاني يخص قسم الماليات او الفاينانس. بيانات الموظف الواحد دلوقتي متكرره عندي في اكتر من ملف، متكرره في ملف الموارد البشريه وبرضه متكرره في ملف الماليات، وده بيسبب لي مشاكل كبيره جدا. منهم ان انا بضيع مساحه كبيره جدا، انا دلوقتي مخزن بيانات اكتر من مره من غير داعي، الموضوع ده كله ملوش لازمه. وبيسبب لي برضه مشكله كمان اسمها داتا انكونسستنسي. احنا مسجلين بياناته في الملف اللي يخص الاتش ار، ومسجلين برضه بياناته في الملف اللي يخص الماليات. لو الموظف ده غير رقم موبايله بس في ملف الاتش ار وما تمش تغيير الرقم ده في ملف الفاينانس، كده البيانات اللي عندي بقت متناقضه وما بقتش مرتبطه ببعض. يعني بالنسبه لي محمد رقمه متسجل في الاتش ار بحاجه، ورقم موبايله مختلف تماما عنه متسجل في الفاينانس او في الماليات، وده برضه بيسبب اخطاء ومشاكل كبيره جدا. للاسف برضه النظام ده طلع مليان مشاكل هو كمان. مفيش حاجه بقى تخلصني من الكلام ده كله. هنا بقى يجي دور قواعد البيانات. تعالوا بقى دلوقتي نشوف ازاي قواعد البيانات بتحل المشاكل اللي كانت موجوده في النظام الورقي والفايل سيستم. قبل ما نبدا نشرح يعني ايه قواعد البيانات، تعالوا الاول نعرف انواع قواعد البيانات. عندي انواع كتير جدا من قواعد البيانات. في حاجه اسمها relational databases، في non relational databases، في حاجه برضو اسمها جراف داتابيزز، وانواع تانية كتير جدا. بس احنا في الكورس ده ان شاء الله هنركز بس على الريليشنال داتابيزز او الاس كيو ال داتابيزز. ايه بقى هي الريليشنال داتابيزز؟ الريليشنال داتابيزز ده نوع من انواع قواعد البيانات، وهو ببساطه ان انا بخزن البيانات بتاعتي على شكل جداول مرتبطه ببعض. كل جدول من الجداول دي بيتكون من صفوف واعمده. تعالوا كده مع بعض دلوقتي نشوف الجدول ده. الجدول الموجود قدامك ده بيمثل جدول لموظفين موجودين في شركه معينه. احنا بقى دلوقتي عايزين نعرف ايه هو الجدول ده بالظبط، وعايزين نعرف فين هي الصفوف وفين هي الاعمده، والصفوف بتمثل ايه والاعمده بتمثل ايه. في الاعمده بسجل الخصائص اللي انا محتاجها للموظفين. يعني مثلا زي ما احنا شايفين هنا بسجل اسمه، اسم العيله، نوع الوظيفه، القسم اللي الموظف ده بيشتغل فيه، الهاير ديت او تاريخ تعيين الموظف ده في الشركه، والمرتب بتاعه. طيب هل انا بسجل البيانات دي وخلاص؟ يعني انا بسجل البيانات دي بشكل عشوائي؟
لا طبعا، انا بس بسجل البيانات اللي البيزنس بتاعي محتاج انها تكون متسجله لكل موظف. يعني اكيد مثلا مش هاجي في جدول الموظفين واكتب نوع الاكل المفضله لكل موظف، مش هعمل كده لان معلومه زي دي مش هتفيدني اصلا في البيزنس بتاعي. يعني حاجه زي دي وجودها في الداتابيز مش هتفيدني. انا بس بخزن البيانات اللي تفيد البيزنس بتاعي. بخزن اسم الموظف لان انا اكيد لازم اكون عارف اسمه. بخزن نوع الوظيفه لان انا لازم اكون عارف الموظف ده بيشتغل ايه بالظبط عندي. بخزن تاريخ تعيين الموظف لان ده ممكن يكون بيفرق بعد كده في ان هو يترقى او حاجه معينه. حلو جدا، ده بالنسبه للاعمده. الصفوف بقى بتمثل ايه؟ شوف، كل صف يخص موظف بعينه. ازاي؟ يعني شوف، الصف الاول ده يخص احمد، ومتسجل فيه كل الخصائص بتاعت احمد: اسمه، اسم العيله، نوع الوظيفه، القسم اللي بيشتغل فيه، وهكذا. الصف الثاني بيخص ليلى، الصف الثالث بيخص ساره. حلو جدا. ازاي بقى اصلا انا بقدر ابني الجداول اللي انت شفتها دلوقتي؟ او ازاي اصلا هبني قاعده بيانات؟ كل ده بيتم من خلال SQL او Structured Query Language، ودي اللغه اللي بتخليني اتواصل مع قاعده البيانات. ازاي طيب الكلام ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. يعني مثلا دلوقتي لو انا عايز اعرف كل الموظفين اللي شغالين في قسم الاي تي، كل اللي انا هعمله ان انا هبدا اكتب استعلام للداتابيز او اكتب كويري، والكويري ده لما الداتابيز تشوفه هتبدا تفهمه وتديني البيانات اللي انا محتاجها. لو في موظف جديد دخل الشركه وانا عايز اضيفه في قاعده البيانات دي، اعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا هكلم الداتابيز من خلال الاس كيو ال، لان دي اللغه اللي الداتابيز بتفهمها، وابدا اكتب الاستعلام الموجود ده. ولما اكتب الاستعلام الموجود ده، الداتابيز هتبدا ترد عليا وتديني الجدول الموجود ده. طيب تعالوا مع بعض دلوقتي نشوف دور الاس كيو ال بشكل سريع. الاس كيو ال هي اللي بتخليني انشئ قاعده البيانات. الاس كيو ال هي اللي بتخليني استعلم على البيانات اللي موجوده داخل قاعده البيانات من خلال ان انا اسال اسئله، زي مثلا شفنا من شويه لما انا قلت عايز اعرف الموظفين اللي موجودين في قسم الاي تي، بس عايز اعرف مثلا الموظف اللي بياخد اعلى راتب، عايز اعرف اجدد موظف موجود في الشركه. الاس كيو ال هي اللي بتخليني اعدل واحده في البيانات. يعني لو موظف مثلا مرتبه كان 12000 ومرتبه دلوقتي بقى 15000، انا محتاج دلوقتي ان انا اغير البيانات اللي موجوده دي في الداتابيز. فكل اللي انا هعمله ان انا برضه هبدا اكتب كويري او استعلام علشان اغير بيه البيانات الموجوده داخل الداتابيز. الاس كيو ال هي اللي بتخليني نتحكم في الصلاحيات. ما هي الداتابيز مش فرح، مش مفتوحه كده اي حد يدخل يشوف اللي مكتوب فيها كل حاجه. لازم يكون في عندي صلاحيات مين يقدر يدخل على الداتابيز ومين ما ينفعش يدخل، وحاجات كتير جدا ان شاء الله هنتعلمها مع بعض في الكورس ده. الخلاصه: قواعد البيانات اسرع، اكثر امانا، واسهل في الاداره، وده اللي بيخليها الحل المثالي لتخزين واداره البيانات. فاكرين الاس كيو ال اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه؟ في شويه شركات ومؤسسات اخذوا اللغه دي وطوروا عليها شويه وضافوا عليها شويه مميزات وحاجات، وعملوا نظام كامل لاداره قواعد البيانات، واللي احنا بنسميه DBMS او Database Management System او نظم اداره قواعد البيانات. ده البرنامج او السوفت وير المسؤول عن اداره كل حاجه تخص قواعد البيانات. الانظمه دي بتوفر بيئه كامله للتعامل مع قواعد البيانات، مش مجرد كويريز بتكتبها او شويه استعلامات. ده نظام كامل لاداره قواعد البيانات. بقيت قادر اتعامل مع كميات ضخمه من البيانات. بقيت مش مجرد بخزن البيانات دي وخلاص، لا، انا بقيت بعمل تحليلات على البيانات دي، وبقيت بطلع تقارير بشكل يومي او بشكل شهري او بشكل سنوي علشان احسن البيزنس بتاعي. وكمان نظم اداره قواعد البيانات بتوفر لي نسخ احتياطي تلقائي للبيانات، وبقيت قادر استرجع البيانات بمنتهى السهوله في حاله فقدانها. الدي بي ام اس فيها ميزه قويه جدا ما كانتش موجوده في الانظمه اللي قبلها، وهي الداتا انتجريتي، وهي ان انا بتاكد ان البيانات صحيحه ومتناسقه من خلال الكونسترينتس او القيود اللي انا بحطها على الداتابيز. عندنا نوعين من نظم اداره قواعد البيانات: حاجه اسمها اوبن سورس او الانظمه مفتوحه المصدر، وحاجه ثانيه اسمها كوميرشال او الانظمه اللي بتكون تجاريه شويه. والانظمه مفتوحه المصدر دي بتكون مجانيه او منخفضه التكلفه. زي ايه؟ عندي حاجه اسمها البوست جري اس كيو ال، وعندي حاجه ثانيه اسمها الماي اس كيو ال. والانظمه دي بتكون مناسبه للمشاريع الفرديه لو انت شغال فريلانسر، او بتكون مناسبه للشركات الصغيره. تاني نوع عندي وهو الكوميرشال دي بي ام اس او انظمه اداره قواعد البيانات التجاريه، واشهر مثالين ممكن نتكلم عنهم هي شركه اوراكل داتابيز او مايكروسوفت سيكوال سيرفر. ودول بيكونوا مناسبين اكتر للشركات الكبيره جدا والبنوك، لانهم بيوفروا امان عالي واداء عالي جدا وفي دعم فني وكده، بس مشكلتهم ان اسعارها بتكون كبيره جدا. كل اللي احنا قلناه ده كان مقدمه عن الداتابيز، وكان هدفي في المقدمه دي ان انا بس افهمك يعني ايه داتابيز، ولما تسمع كلمه داتابيز تبقى فاهم الناس بتتكلم عن ايه كويس. بس ان شاء الله في الكورس ده هنتكلم بالتفصيل عن كل حاجه تخص الداتابيز، وان شاء الله الكورس ده هيكون اقوى كورس بالعربي بيشرح داتابيز. فما تنساش تتابعنا اول باول علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي هننزلها في الكورس ده. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، وان شاء الله مستنيكم في الحلقات الجايه في الكورس. مع السلامه.